ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الجوكر تيوب. وحشين جدا يا جماعة، والنهاردة راجعين بفيديو جديد، فيديو حصري. معانا النهاردة ساعة من شركة اسكيمي. معانا اسكيمي ووتش، ساعة من شركة اسكيمي. هنشوف الساعة مع بعض، ونشوف الموديل بتاعها وجودتها وجودة الستيك بتاعها. ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. وهي دي يا جماعة الساعة بتاعتنا بتاعت النهاردة، ساعة من شركة سكيمي. هنفتح مع بعض الكرتونة. هي الساعة جاية في الكرتونة دي كده. طلبتها من موقع جوميا وجات لي بعد حوالي شهرين، لأن الساعة جاية استيراد من الخارج، مش مصرية. الساعة دي جاية استيراد من الصين، من الصين يعني. تعالوا كده نفتح مع بعض الساعة. طبعا يا جماعة الساعة الأصلية بتيجي زي ما انتوا شايفين كده في علبة معدن، علبة من المعدن. تمام. والوش بتاعها كده فيه حتة بلاستيك شفافة. هو ده الوش بتاعها، فيها بلاستيك شفافة. والعلبة نفسها مصنوعة من المعدن، ومكتوب عليها هنا سكيمي ووتش. تمام. نفتح كده مع بعض الساعة. الساعة يا جماعة يعني بسم الله ما شاء الله، يعني شكلها جميل جدا. نلاقي الساعة هنا جاية يعني إلى حد ما الأوستيك بتاعها مصنوع من السيليكون، أوستيك مرن. بنلاقي كده الأوستيك كله متخرم على شكل كده إيه، زوجي يعني. برضو هنلبس الساعة ونشوف شكلها برضو على الإيد عامل إزاي. هي ساعة طبعا سبورت، ساعة ضد المية. هو ده شكلها يا جماعة. هنلاحظ هنا، هنلاقي الساعة مصنوعة من السيليكون. يعني ساعة شيك جدا وجميلة ومحترمة. يعني هي دي الساعة يا جماعة، ساعة جميلة جدا ومحترمة. الساعة ديت ضد المية. شوف كده اليوزر مانوال، في هنا يوزر مانوال. ما علينا. ساعة جميلة جدا ومحترمة. الساعة ديت ينفع تربطها بالبلوتوث على الموبايل، وفيها منبه وفيها التقويم. وينفع تلقطها بالواي فاي. وهنا الساعة بتبين لك التاريخ واليوم وإيه تاني، والأسبوع. وطبعا فيها منبه. وهي ساعة جميلة جدا، وأنا جربتها عن تجربة. الساعة دي جميلة جدا يا جماعة. أنا اشتريتها إزاي؟ اشتريتها من على موقع جوميا. هسيب لكم رابط الموقع في الفيديو أسفل، في الوصف أسفل الفيديو، لو اللي عايز يجيبها من على الموقع ده. بس يا جماعة ديت كان معانا ساعة سكيمي ووتش، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا الساعة الأصلية زي ما أنا قلت بتيجي في علبة من المعدن. الساعة الأصلية بتيجي في العلبة دي من المعدن، بيبقى الوش بتاعها شفاف كده من البلاستيك. لكن الساعة نفسها، العلبة بتاعت الساعة مصنوعة من المعدن. نرجعها تاني في الكيس زي ما هي. نرجعها تاني في الكيس، نحطها في الكرتونة ونقفل عليها. بس كده يا جماعة، أتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.
ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الجوكر تيوب. معانا النهاردة فيديو حصري، فيديو جديد النهاردة مراجعة جهاز من شركة شاومي وهو ريدمي نوت 10 برو. طبعا يا جماعة الجهاز ده جهاز يعني لحد ما جهاز متكامل. معالج سناب دراجون 732 جي إلى حد ما كويس جدا في الألعاب. شاشة تيجي من سوبر أموليد 120 هرتز، مش 60 هرتز ولا 90 هرتز، 120 هرتز يا جماعة. كاميرا 105 ميجا بكسل. هنتكلم عن الجهاز ده بالتفصيل، لو أنت مهتم تابع الفيديو. ويلا ندخل في الفيديو بتاعنا على طول. النهاردة زي ما أنا قلت معانا جهاز ريدمي نوت 10 برو. طبعا الجهاز نزل في السوق من آخر السنة اللي فاتت. جهاز محترم جدا، جهاز فيه مميزات كتير جدا. جهاز إلى حد ما متكامل. معالج سناب دراجون 732 جي. جهاز بيديك بصمة في الجنب، بصمة سريعة جدا، يعني مش يعني يعتبر أسرع بصمة في الفئة السعرية ديت. جهاز إلى حد ما متكامل. يعني أنت ماسك الجهاز ده فعلا، أنت بتقول معاك فعلا ماسك جهاز محترم، شيك، جهاز يعني جهاز محترم. هو أنا شايف إن العيب الوحيد في الجهاز ده إن الكاميرات هنا، الخانة بتاعت الكاميرات بارزة شوية عن الموبايل، فبالتالي أنت لما تيجي تحط الموبايل كده مثلا على سطح المكتب فتلاقي إن الجهاز بيسند على الدايرة اللي هي موجود فيها الكاميرات. أنا شايف هي ديت يعني الحاجة الوحيدة، بس طبعا أنت لو جبت جراب محترم حاجة من السيليكون هتحافظ على الجهاز. عندنا هنا الظهر جاي عليه طبقة جوريلا جلاس الجيل الخامس، وطبعا أي حاجة جدا، حاجة مشهورة في الفئة السعرية ديت. وهقول لكم على سعر الموبايل في الآخر. الجهاز هنا بيجي بكذا لون. في منه اللون الأسود، ومنه اللون الأزرق، وفي منه اللون ده، واللون ده رائع جدا يعني، خصوصا تحت أشعة الشمس. الجهاز بيديك إضاءة جدا، إضاءة شيك ومحترمة. عندنا هنا لو الموبايل بيجي بكاميرا أساسية 105 ميجا بكسل. الجهاز بيجي بنظام أندرويد 11. عندنا بعد كده تاني كاميرا، وهي كاميرا 8 ميجا بكسل. وعندنا الكاميرا 2 ميجا بكسل، وكاميرا 6 ميجا 5 قصدي ميجا بكسل. وعندنا هنا بيأتي بالكاميرا الأمامية، والنوتش بتاعها كده في نص الموبايل. ونوتش صغير إلى حد ما، مش كبير ومش واكل من الشاشة بتاع الموبايل. بتأتي بدقة 16 ميجا بكسل. عندنا هنا الشاشة زي ما انتم شايفين بتيجي ب6.6 بوصة بدقة FHD. ثقب صغير في النص هنا للكاميرا. عندنا الجهاز ده بيجي بنوعين، نوع رامات 6 128 و8 128. والجهاز نلاقي هنا السماعات بتاعته ستيريو. بنلاقي هنا السماعة بتاعته، وهنا السماعة بتاعته سماعات ستيريو. وهنا يأتي بشاحن، جهاز بيدعم الشحن السريع بشاحن 32 واط، يعني بيشحن الجهاز في حوالي ساعة إلا ربع. جهاز متميز جدا، جهاز محترم. البصمة بتاعته هنا في الجنب زي ما أنا قلت، وبصمة يعني تعتبر إلى حد ما بصمة سريعة. يعني البصمة تعتبر سريعة في الفئة السعرية ديت. ومن ضمن المميزات هنا يا جماعة سماعة المكالمات. بنلاقي هنا سماعة المكالمات سماعة
يعني كبيرة مش صغيرة، بتسمع يعني صوتها عالي في المكالمات، صوتها عالي. آه، من ضمن المشاكل اللي قابلتنا في الموبايل ده كمشاكل موبايلات شاومي، السنسور بتاع المكالمات بيعتمد على السوفت وير. فبالتالي وانت بتعمل مكالمة ساعات الموبايل الشاشة بتفصل وساعات لأ، وطبعا دي مشكلة. يعني ممكن وانت بتتكلم وشك يضغط على الزرار اللي بيغلق المكالمة، فبالتالي ممكن المكالمة تتقفل وانت مش واخد بالك. فهي دي من ضمن العيوب. الجهاز بيجي ببطارية 5020 ملي أمبير. المعالج طبعا سناب دراجون 732 جي 8 نانو، وهو جهاز محترم جدا. من مواصفات بقى الجهاز ريدمي نوت 10 برو، يدعم الهاتف التقارب التلامسي ال NFC، كما يدعم ال IR بلاستر الخاص بالتحكم في أجهزة كهربية عن طريق هاتفك. الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP53. يأتي الهاتف في أبعاد 164 في 76.5 في 8.1 ملي، مع وزن 193 جرام إلى حد ما، يعني مش تقيل وخفيف، يعني في النص. يأتي من الزجاج الفريم بتاعه من البلاستيك. الشاشة تأتي بشكل الثقب على هيئة دوت ديسبلاي، وتأتي من نوع أموليد بمساحة 6.76 من 100 إنش بجودة FHD بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش، بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية ال HDR10 والتردد الأعلى 120 هرتز. تحصل على أفضل استجابة ممكنة للشاشة بالأخص أثناء اللعب، بالإضافة لدعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف، سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب، بالإضافة إلى وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع كورينا جوريلا جلاس الجيل الخامس، بالإضافة لدعم الشاشة لأكثر من وضع مثل ريدنج مود وسانلايت مود. يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار، الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي: الإصدار الأول 64 جيجا، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، والإصدار التاني 128 جيجا مع رامات 6 جيجا بايت، والإصدار التالت 128 مع رامات 8 جيجا بايت. يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري يصل حتى 512 جيجا. أما على أداء الهاتف فهو يأتي بمعالج 732 جي سناب دراجون بتكنولوجيا 8 نانو، مع معالج رسومي من نوع أدرينو 618، فهو نفس المعالج الذي رأيناه في البوكو إكس 3. عندنا هنا الكاميرا الأمامية بتأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5. الكاميرا الخلفية هنا بتأتي بارزة قليلا عن ظهر الهاتف، وتأتي بكاميرا رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، وهي الكاميرا الأساسية. وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وهي الخاصة بالتصوير الواسع. أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وهي الكاميرا الخاصة بتصوير الماكرو. أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. بالنسبة بقى لأنواع الفيديوهات، اللي نلاقي هنا الجهاز بيصور بفيديوهات بجودة 4K. نلاقي هنا بالنسبة للفيديوهات الجهاز هنا بيصور يعني بجودة، نلاقي هنا الجهاز بيصور بجودة 4K بجودة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة فول HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة ال HD 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية. يدعم مايك إضافي لعزل الأضواء. السماعات الخارجية
سماعات استيريو وسائل الإيمان بحماية الهاتف بمستشعر بصمة يوجد فيه زرار الباور. يدعم الهاتف منفذ 3.5 مللي هنا، وطبعا دي بقت حاجة يعني نادرة في الموبايلات الحديثة في الأيام ديت. السماعات الخارجية زي ما احنا قلنا سماعات الستيريو. كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب تشغيل نظارات الواقع الافتراضي ال VR على هاتفك. منفذ USB من النوع تايب سي، كما يدعم خاصية الأوتو جي تشغيل أي USB درايفر على هاتفك. البطارية 5020 ملي أمبير. الموبايل بيجي بثلاث ألوان، الأسود والأزرق والبرونز، وده البرونز لون روعة جدا خصوصا في الشمس. من عيوب الموبايل الكاميرا الخلفية هنا يا جماعة بارزة عن ظهر الموبايل، وبالتالي لما تيجي تحط الموبايل على المكتب كده فالموبايل بيسند على الكاميرا. سماعات العلبة بتاعة الجهاز ما بيجيش معاها سماعات كالعادة يعني في أجهزة شاومي. الكاميرا السيلفي إلى حد ما ضعيفة. ما زالت زاوية التصوير ضيقة أثناء التصوير في الفيديوهات السيلفي. مفيش مستشعر حقيقي يعتمد على السوفت وير في غلق الشاشة أثناء المكالمة وبعد التجربة، فهو غير عملي ويتسبب في فتح الشاشة أحيانا أثناء المكالمة. وبعد آخر تحديث تحسن على قصيرا يتم استنزاف البطارية سريعا في تشغيل 120 هرتز. هنا الموبايل بيديك خاصية إن أنت ممكن تشغل الموبايل على وضع 60 هرتز وممكن تشغل الشاشة على وضع 120 هرتز. لكن لو أنت عايز تحافظ على بطارية الجهاز وهتعيش معاك يعني لمدة أكتر من يوم، يعني حوالي يوم ونص لو أنت شغلت على وضع 60 هرتز. لكن لو أنت اشتغلت الموبايل على وضع 120 هرتز البطارية بتخلص بسرعة وخصوصا في الألعاب. وده يا جماعة كان موبايل بتاعنا النهاردة، هو موبايل ريدمي نوت 10 برو. طبعا حاليا سعر الموبايل حاليا حوالي 8000 جنيه. الموبايل ده يا جماعة سعره دلوقتي 8000 جنيه. النسخة اللي هي 628 اللي معاها دلوقتي بسعر 8000. سعر 8000 جنيه يعني 1770، يعني بحوالي 770 درهم. الناس اللي في الإمارات الجهاز ده ب770 درهم. كرأي شخصي يعتبر الجهاز ده ملك الفئة السعرية. جهاز محترم جدا، جهاز على الألعاب بيديك ألعاب، على الفيديوهات بيديك فيديوهات بجودة عظيمة جدا. وبس الفيديو بتاعنا يخلص لحد هنا، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الجوكر تيوب. وحشونا جدا يا جماعة. معانا النهاردة فيديو جديد. إيه هنتكلم النهاردة عن كاميرا كانون. النهاردة هنراجع كاميرا كانون 200 دي، وأقول لكم الكاميرا ديت كاميرا إلى حد ما تصويرها جميل جدا وتحفة، وبتصور فيديوهات بجودة 1080 ميجا بكسل. كاميرا ممتازة جدا وعملية. آه،
ويلا بينا نشوف شكل الكاميرا. هي دي يا جماعة كاميرا كانون 200D. الكاميرا ديت من شركة كانون، ماركتها كانون 200D. الكاميرا دي أنا كنت شاريها من موقع شمس ستور. كاميرا جميلة جدا محترمة شيك. يلا بينا نتعرف على مواصفات الكاميرا دي. بالتزامن مع كشف الشركة اليابانية كانون عن كاميراتها المنتظرة، قدمت شركة طراز جديد من كاميراتها المخصصة للمبتدئين بهدف مختلف نهائيا وبثلاث نسخ مختلفة من حيث التصميم الخارجي، حيث أن كانون 200D كثر الحديث عنها كثيرا في الأيام الأخيرة. لحسن الحظ يمكننا أن نتعرف عن المواصفات الرسمية والانطباع الأول عن الكاميرا. بعد 100D أطلقت منذ 4 سنوات هذا النموذج الذي يعلو قليلا 1300D، النموذج الأخير من كانون وأدنى نسبيا من 800D، والذي يعتبر النموذج الأعلى من حيث المواصفات في فئة الكاميرا المخصصة للمبتدئين في كاميرات الريفلكس. ومن كانون حديثا بأن هذه الكاميرا موجهة لمستخدمي الهواتف الذكية والكاميرات المدمجة الذين يرغبون في رفع إبداعاتهم إلى المستوى التالي. كذلك عملت الشركة على تقديم نموذج سيسهل عليهم الدخول لعالم الريفلكس، وبكاميرا ذات تصميم خارجي أنيق وحجم مضغوط بوزن خفيف. والأهم من كل هذا سهولة الاستخدام، وبذلك تأتي الشركة اليابانية اهتمامها كبير في جعل نماذجها الجديدة سهلة الاستخدام. لهذا السبب فإن المسؤولين في كانون أشاروا بشكل خاص إلى إدراج القائمة التي تم إصدارها بالفعل في EOS 800D، والتي تتضمن دليل للخصائص وأنماط بصرية تساعد في التعلم، موضحا التأثيرات التي سيحصل عليها المصور عند تغيير أي من الإعدادات في كل كاميرا. فكرة جيدة للمبتدئين يمكن تعطيلها عندما يتقدم مستوى المستخدم ويحصل على رصيد معرفي شامل في كل إعدادات وأزرار الكاميرا. كانون 200D خيار ممتاز كذلك للفيديو، وبفضل شاشتها القابلة للدوران. كاميرا كانون سابقا انتجت الفيديوهات التي تصل فيها ل1080 وتصور ب 60 صورة في الثانية. وبالنسبة لأهم المواصفات التقنية فقد تم طرحها بمستشعر APS-C ذو 24.2 ميجا بكسل وإيزو يصل إلى 25600، الذي يمكن رفعه لقيمة قصوى تصل إلى 51200. نظام تركيز تلقائي دول بيكسل CMOS AF، ومعالج كانون ديجيس 7 الذي يمكنها من التقاط ما يصل إلى 5 صور في التصوير المتسلسل و9 نقاط تركيز. مواصفات تشبه بشكل كبير الموجودة في 800D التي ذكرناها سابقا. دي يا جماعة موبايل من ضمن المميزات في الكاميرا كانون 200D إن الشاشة بتاعتها قابلة للطي. معنى كده إن أنت ممكن تصور بالكاميرا صور سيلفي. الشاشة هنا قابلة للطي في أي مكان، وبالتالي أنت ممكن تصور بيها صور سيلفي زي ما أنا قلت. عندنا هنا لو احنا ركزنا كده على الزراير هنا اللي موجودة في الكاميرا، هنلاقي هنا أول زرار عندنا ده زرار اللي هو الأون والأوف، وفي هنا زرار خاص بالفيديو. عندنا هنا تاني زرار هنا اللي مرسوم عليه شكل الكاميرا، ده الزرار اللي هو مسؤول عن تصوير الفيديوهات. عندنا هنا الزرار ده، فهو ده الزرار اللي في النص ده المسؤول عن بيعمل زوم للصور. عندنا هنا الزرار ده
لما انت تصور صورة وتحب تشوفها فبتتك عليها عشان تشوف آخر صورة انت صورتها. اللي جنبه ده من شكله بيحذف الصورة اللي انت عايزها. عندنا هنا ده زرار الخاص بالواي فاي لو انت عايز تلقط الكاميرا بالموبايل عشان تنقل صور أو فيديوهات عن طريق الواي فاي. عندنا هنا في هنا وضع الايزو. هنلاقي هنا الزرار بتاع الايزو وهنا الزرار بتاع الديسبلاي. وعندنا هنا ده اهم زرار طبعا، ده زرار اللي احنا بنلتقط بالصورة عن طريق انت لما بتضغط اول ضغط عليه بيعمل فوكس للصورة، تاني ضغطة بيلتقط صورة، وهو ده زرار الشطر. عندنا هنا البكرة ديت بتديك أوضاع الصورة لو أنت عايز وضع الأوتو فوكس أو وضع البي أو وضع التي في أو الاي في أو الام. طبعا أنت هنا في الحتة ديت ممكن تركب فلاش لو أنت محتاج فلاش. طبعا في هنا مدخل للمايك لو أنت عايز توصل بالكاميرا المايك بتحط هنا في وصلة للمايك. نوعين، في مدخل ضيق ومدخل واسع. في هنا يا جماعة بنلاقي لو انت عايز تحط الكاميرا ديت على حامل بتتحط هنا عن طريق مسمار الألوز يعني. تاني هنا هنلاقي في الحتة ديت ده المكان اللي بيتحط فيه البطارية بتاعة الجهاز، وهي ديت البطارية بتاعة الجهاز، دي البطارية الأصلية. وبيتحط هنا برضو الكارت الميموري. يبقى هو ده الكارت الميموري. الكاميرا بيجي معاه كارت ميموري 16 جيجا هدية، وديت البطارية اللي بتيجي مع الجهاز، وبيجي مع العلبة بتاعة الكاميرا شاحن للبطارية. فهي ديت يا جماعة الكاميرا، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. هي ده يا جماعة الكاميرا، وأتمنى يكون يعني الفيديو عجبكم. ديت كاميرا كانون 200، كاميرا كانون 200 دي، وده موبايل ريدمي نوت 10 برو. ده يا جماعة الكاميرا، كاميرا كانون 200 دي، وده موبايل ريدمي نوت 10 برو. كاميرا كانون 200 دي وموبايل من شركة شاومي ريدمي نوت 10 برو. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الجوكر تيوب. وحشونا جدا يا جماعة. معانا النهاردة مراجعة كاميرا كانون 200 دي من شركة كانون. طبعا الكاميرا الصنع ياباني. لو انت حابب مجال التصوير وبتقدم محتوى على اليوتيوب او بتصور منتجات وتبيعها، فانت محتاج كاميرا تصور بيها المنتجات ديت، فانا انصحك بكاميرا كانون 200 دي من شركة كانون. لو انت مهتم تابع الفيديو. معانا النهاردة يا جماعة كاميرا كانون 200 دي. الكاميرا بتيجي بتصميم روعة جدا وبشكل خرافي ووزن خفيف. اللي بيميز الكاميرا ديت الشاشة بتاعتها. نلاحظ كده إن الشاشة بتيجي بتتحرك 360 درجة زي ما احنا شايفين كده. يعني كده ممكن إن احنا ناخد بيها صور سيلفي. كمان الكاميرا بيجي معاها عدسة 18-55، تقدر إن انت تصور بيها الفيديوهات وتاخد بيها صور ممتازة، ولكنها ليست ممتازة إلى حد كبير.
ولو انت محتاج صور ممتازة فانت محتاج تشتري عدسة 50 ملي عشان تاخد بيها صور ممتازة جدا. نتعرف كده على بعض البارامترز أو الزراير الموجودة في الكاميرا. عندنا هنا في الأول هنلاقي هنا زرار الشاتر اللي هو بتضغط عليه ضغطتين عشان تصور. أول ضغطة بيعمل فوكس على الصورة. لو انت حاطط هنا العدسة على وضع الأوتو فوكس، بعد ما تضغط أول ضغطة اللي بيحصل بتضغط تاني ضغطة عشان تاخد اللقطة أو تاخد الصورة. بعد كده عندنا هنا الزرار ده، وده زرار الأون والأوف ووضع الفيديو. بعد كده عندنا زرار الأيزو والديسبلاي. عندنا هنا هنلاقي زرار الأيزو والديسبلاي. بعد كده هنلاقي هنا زرار على شكل كاميرا، وده الزرار لو ضغطنا عليه لمدة 3 ثواني هيبتدي إن هو يصور فيديو. بعد كده عندنا الزرار اللي في النص ده، وده زرار الإعدادات. انت بتختار الإعدادات اللي انت هتصور بيها من قبل ما تصور. بعد كده عندنا الزرار ده اللي هو فيه علامة البوز. هو الزرار ده اللي هو لو انت صورت صورة وعايز تشوفها بتضغط على الزرار ده، والزرار اللي جنبه من شكله كده بيحذف الصورة أو الفيديو اللي انت صورته. عندنا الكاميرا من مميزاتها إنها بتصور صور بجودة 4K وبتصور فيديوهات بجودة 1080. ورغم إن جودة الفيديو 1080 إلا إنها جودة ممتازة جدا بالكاميرا دي. بنلاقي هنا في الجنب زرار كده عليه علامة الواي فاي، والزرار ده من خلاله بتربط الموبايل بالكاميرا عشان تنقل الصور من الكاميرا للموبايل والفيديوهات وهكذا. وبنلاحظ هنا إن في هنا فتحة عدسة من خلالها ممكن إن أنت تبص هنا وتاخد الصورة، أو ممكن إن أنت تبص في الشاشة وتاخد الصورة بتاعتك. بنلاقي هنا بعد كده ده مكان العدسة بتاعة الموبايل. ده مكان العدسة بتاعة الموبايل بنركبها، وبعد كده بنلف كده في اتجاه عكس عقارب الساعة. وبعد كده بنركب العدسة وبنلاقي هنا المكان ده المعدن ده اللي هو بنركب فيه الفلاش لو انت محتاج إضاءة زيادة. وبنلاقي هنا كده المسمار ده لو انت هتركب الكاميرا على ستاند. وهنلاحظ هنا في الباب ده هنلاقي ده مكان البطارية. ده مكان البطارية بتاعة الموبايل بنركبها هنا كده بالشكل ده. وهنا في مكان للكارت الميموري. الكاميرا بيجي معاها كارت ميموري 16 جيجا. بعد كده بنركب هنا كده ونقفل على البطارية كويس. من أهم مواصفات الكاميرا ديت، تعالوا كده نشوفها. عملت الشركة على تقديم نموذج سيسهل عليهم الدخول لعالم الريفلكس. والكاميرا ذات تصميم خارجي أنيق وحجم مضغوط ووزن خفيف. والأهم من كل هذا سهولة الاستخدام. كذلك تأتي الشركة اليابانية اهتمام كبير في جعل نماذجها الجديدة سهلة الاستخدام. لهذا السبب فإن المسؤولين في كانون أشاروا بشكل خاص إلى إدراج القائمة التي تم إصدارها بالفعل في ISO 800D، والتي تتضمن دليل الخصائص وأنماط بصرية تساعد في التعلم، موضحا التأثيرات التي سيحصل عليها المصور عند تغيير أي من الإعدادات في كل صورة. فكرة جيدة للمبتدئين يمكن تعطيلها عندما يتقدم مستوى المستخدم ويحصل على رصيد معرفي شامل عن كل إعدادات وأزرار الكاميرا. الكاميرا عندنا بتيجي بكذا لون، منها الأسود واللون ده، ومنها اللون الأبيض.
وفي منها اللون الفضي. بالنسبة للون الأبيض ليس بالجديد في كاميرات كانون، فقد سبق طرحها في نسخة من كانون 100D بهذا اللون، ولكن أهم ما يجمع النماذج الثلاثة التي ستظهر معنا في السوق منذ البداية بالتأكيد هي استراتيجية ستجيب لفكرة الاستيلاء على عشاق امتلاء شيق ومختلف بالمدمنين على استخدام الهواتف الذكية. يعترف لنا مسؤولون من كانون أن الخطوة كانت محفوفة بالمخاطر. ومن المميزات الجديدة أيضا نجد شاشة تعمل باللمس قابلة. بنلاقي هنا الشاشة تعمل باللمس قابلة للدوران في جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى أن 200D تعتبر أول كاميرا ريفلكس تحتوي على وضع السيلفي مصمم لعشاق الانستجرام. هذا الوضع يتميز بخيار لتعميم البشرة وأيضا للحصول على عزل في الخلفية. الكاميرا متوافقة مع الهواتف الذكية ويمكن توصيلها لاسلكيا من خلال الواي فاي والبلوتوث المدمج في الكاميرا نفسها، ما يسمح باستخدام تطبيق كانون كاميرا كونكت الذي يساعد في تسهيل عملية مشاركة الصور على الشبكات الاجتماعية بعد التقاطها بالكاميرا. كانون 200D تعتبر خيار ممتاز كذلك للفيديو بفضل شاشتها القابلة للدوران كما ذكرنا سابقا، ودقة الفيديو فيها تصل ل 1080 وتصور ب 60 فريم في الثانية. بالنسبة لأهم المواصفات التقنية منذ طرحها، مستشعر APS-C ذو 24.8 ميجا بكسل والذي يصل إلى 25600 والذي يمكن رفعه لقيمة قصوى تصل إلى 51200. نظام تركيز تلقائي دول بيكسل CMOS ومعالج DigiS 7 الذي يمكننا من التقاط ما يصل إلى 5 صور من التصوير المتسلسل. 9 نقاط تركيز، مواصفات تشبه بشكل كبير الموجودة في 800D كما ذكرناها. من الآخر يا جماعة، لو أنت لسه مبتدئ وبتصنع محتوى وعايز كاميرا تتعلم منها من التصوير، فأنت مقدامكش خيار إلا كانون 200D، وهي كاميرا ممتازة جدا، بتديك جودة فيديو عالية، بتديك جودة صورة ممتازة، وفيها هنا كذا وضع: وضع الأوتو فوكس، ووضع التي في، ووضع الاي في، ووضع الام، ووضع البي، ووضع SCN، وفي وضع اللي هو بتاخد منه الصور عن طريق الفلاش. فلو انت لسه مبتدئ فالكاميرا ديت خيار ممتاز ليك، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد. باي باي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الجوكر تيوب. معانا النهاردة شاحن تايب سي. لو انت الموبايل بتاعك الشاحن بتاعه ضاع من نوع تايب سي، يا ترى هتقدر تجيب شاحن ايه عشان يعوض الشاحن الاصلي؟ طبعا يا جماعة مفيش شاحن بيقدر، مهما كان هيقدر يعوض الشاحن الاصلي بتاع الجهاز، ولكن النهاردة انا جايب لكم شاحن يعتبر الى حد ما بيعوض شحن الجهاز. ولو انت مهتم تابع الفيديو. معانا النهارده يا جماعة شاحن تايب سي، وصلة بتاعته تايب سي، مدخل ومخرج تايب سي. الشاحن ده من شركة ايرالدوم. شاحن ممتاز جدا، 20 واط. بيشحن الموبايل بحوالي ساعة أو ساعة إلا ربع. تعالوا كده نعرف ايه هي أهم مميزات الشاحن ده. 20 واط USB سي باور أدابتور سيكتور USB C DE 20 واط.
ألومنتيريو USB-C/D 20 واط. الشاحن ده يا جماعة بيشحن بقوة 20 واط، موديل AS شرطة EU4. ده المدخل بتاعه 240 فولت 50 هرتز، والأوتبوت بتاعه 20 واط. شاحن ممتاز جدا من شركة إيرادوم. ده الشاحن ده يقدر يعوض الشاحن الأصلي إلى حد ما، ولكنه ليس كمثل الشاحن الأصلي. لو أنت الموبايل بتاعك البطارية بتاعته 4000 ملي أمبير، الشاحن ده هيقدر يشحن الموبايل بتاعك في حوالي ساعة إلا ربع. لو أنت 5000 ملي أمبير هيشحن في حوالي ساعة أو ساعة و10 دقايق. وبس يا جماعة، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنساش تعملوا الفيديو، تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولا أشوفكم فيديو جديد. باي باي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الجوكر تيوب. لو انت بتحب القهوة وانت في الشغل او في مكان ومش عارف تعمل فيه قهوة على البوتاجاز، جايب لكم النهاردة دي من شركة سامبو. لو انت مهتم تابع الفيديو. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو بعنوان عشاق القهوة. لو انت بتحب القهوة او الشاي وعايز تعمل في مكان ما ينفعش تعمل فيه او مفيش فيه بوتاجاز، تعالى جرب المنتج ده من شركة سامبو. وديت كاتل بيعمل قهوة أو شاي أو أي حاجة، ولكن هو بيستخدم في صناعة القهوة. بقوة 600 واط. بيقدر إن هو يعمل لحد 3 فناجين قهوة. وفي الكاتل ده في منه 3 ألوان، في منه اللون الأبيض واللون البني واللون البامبي فاتح ولون بامبي غامق. والمنتج ده بحوالي 100 جنيه يا جماعة، بعد ارتفاع الدولار معرفش وصل لكام. بيشتغل على 220 فولت 50 هرتز، وبيخرج وشغال على قدرة 600 واط، وهو قدرة أقل من قدرة الكاتل العادي اللي هو الغلاية اللي بيعمل الشاي، عشان يقدر يقدم لك كوباية قهوة تحفة جميلة. وأتمنى يكون يعني الفيديو عجبكم. والجهاز ده صناعة صيني مش مصري. وبس كده، الفيديو بتاعي يخلص لحد هنا. متنساش عاوز الفيديو تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الجوكر تيوب. انا جاي النهاردة بوكس الهدايا ده. تعالوا النهاردة هنفتحه ونشوف انا جاي لي ايه يا جماعة. تعالوا بينا يلا نفتح البوكس ده. هنلاقي فيه، طبعا انا عارف هو فيه ايه من قبل ما اعمل فيديو. فيه هنا ساعة كاسيو من
أستيك من المعدن. ساعة ممتازة جدا ضد المية. هنلاقي هنا الساعة عليها حماية قفل كده صغير، بعد كده بتضغط كده عليه سوستة، بعد كده الأستيك بيفتح معاك. تعالوا كده نشوف شكل الساعة على الإيد. الساعة يا جماعة ساعة ممتازة شيك على الإيد من شركة كاسيو. ساعة ضد المية 10 متر تحت المية. السيف بتاعها من المعدن. إيه، لو انت ايدك بتعرق كتير مش هتأثر عليها، مش هيحصل لها أي حاجة. ساعة جميلة جدا من شركة كاسيو. سعر الساعة حوالي 350 جنيه. ساعة ممتازة جميلة. تقدر تروح بيها الشغل أو تلعب بيها كورة أو إلى آخره. خيار ممتاز جدا. لو أنت عايز تشتري ساعة أنصحك إن أنت تجيب الساعة ديت من شركة كاسيو، أو لو أنت شخص رياضي وبتلعب رياضة كتير وتقدر أنت تشتري ساعة سكيم ووتش اللي أنا عرضتها في أول الفيديو. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الجوكر تيوب. معانا النهاردة فيديو حصري، فيديو جديد النهاردة مراجعة جهاز من شركة شاومي وهو ريدمي نوت 10 برو. طبعا يا جماعة الجهاز ده جهاز يعني لحد ما جهاز متكامل. معالج سناب دراجون 732 جي إلى حد ما كويس جدا في الألعاب. شاشة تيجي من سوبر أموليد 120 هرتز، مش 60 هرتز ولا 90 هرتز، 120 هرتز يا جماعة. كاميرا 105 ميجا بكسل. هنتكلم عن الجهاز ده بالتفصيل. لو انت مهتم تابع الفيديو، ويلا ندخل في الفيديو بتاعنا على طول. النهارده زي ما انا قلت معانا جهاز ريدمي نوت 10 برو. طبعا الجهاز نزل في السوق من اخر السنة اللي فاتت. جهاز محترم جدا. جهاز فيه مميزات كتير جدا. جهاز إلى حد ما متكامل. معالج سناب دراجون 732 جي. الجهاز بيديك بصمة في الجنب، بصمة سريعة جدا. يعني مش يعني يعتبر أسرع بصمة في الفئة السعرية ديت. جهاز إلى حد ما متكامل. يعني أنت ماسك الجهاز ده فعلا أنت بتقول معاك فعلا ماسك جهاز محترم شيك. جهاز يعني جهاز محترم. هو أنا شايف إن العيب الوحيد في الجهاز ده إن الكاميرات هنا، الخانة بتاعت الكاميرات بارزة شوية عن الموبايل، فبالتالي أنت لما تيجي تحط الموبايل كده مثلا على سطح المكتب فتلاقي إن الجهاز بيسند على الدايرة اللي هي موجود فيها الكاميرات. أنا شايف هي ديت يعني الحاجة الوحيدة. بس طبعا أنت لو جبت جراب محترم حاجة من السيليكون هتحافظ على الجهاز. عندنا هنا الظهر جاي عليه طبقة جوريلا جلاس الجيل الخامس. وطبعا أي حاجة جدا، حاجة مشهورة في الفئة السعرية ديت. وهقول لكم على سعر الموبايل في الآخر. الجهاز هنا بيجي بكذا لون. في منه اللون الأسود، ومنه اللون الأزرق، وفي منه اللون ده. واللون ده رائع جدا يعني، خصوصا تحت أشعة الشمس. الجهاز بيديك إضاءة جدا، إضاءة شيك ومحترمة.
عندنا هنا لو الموبايل بيجي بكاميرا أساسية 105 ميجا بكسل. الجهاز بيجي بنظام أندرويد 11. عندنا بعد كده تاني كاميرا وهي كاميرا 8 ميجا بكسل، وعندنا الكاميرا 2 ميجا بكسل، وكاميرا 6 ميجا 5 قصدي ميجا بكسل. وعندنا هنا بيأتي بالكاميرا الأمامية والنوتش بتاعها كده في نص الموبايل، ونوتش صغير إلى حد ما، مش كبير ومش واكل من الشاشة بتاع الموبايل. بتأتي بدقة 16 ميجا بكسل. عندنا هنا الشاشة زي ما انتم شايفين بتيجي ب6.6 بوصة بدقة FHD، ثقب صغير في النص هنا للكاميرا. عندنا الجهاز ده بيجي بنوعين، نوع رامات 6 128 وتمانية 128. والجهاز نلاقي هنا السماعات بتاعته ستيريو، بنلاقي هنا السماعة بتاعته وهنا السماعة بتاعته سماعات ستيريو. وهنا يأتي بشاحن، جهاز بيدعم الشحن السريع بشاحن 32 واط، يعني بيشحن الجهاز في حوالي ساعة إلى ربع. جهاز متميز جدا، جهاز محترم. البصمة بتاعته هنا في الجنب زي ما أنا قلت، وبصمة يعني تعتبر إلى حد ما بصمة سريعة. يعني البصمة تعتبر سريعة في الفئة السعرية ديت. ومن ضمن المميزات هنا يا جماعة سماعة المكالمات. بنلاقي هنا سماعة المكالمات سماعة يعني كبيرة مش صغيرة، بتسمع يعني صوتها عالي في المكالمات، صوتها عالي. من ضمن المشاكل اللي قابلتنا في الموبايل ده كمشاكل موبايلات شاومي، السنسور بتاع المكالمات بيعتمد على السوفت وير، فبالتالي وانت بتعمل مكالمة ساعات الموبايل الشاشة بتفصل وساعات لأ. وطبعا دي مشكلة، يعني ممكن وانت بتتكلم وشك يضغط على الزرار اللي بيغلق المكالمة، فبالتالي ممكن المكالمة تتقفل وانت مش واخد بالك. فهي دي من ضمن العيوب. الجهاز بيجي ببطارية 5020 ملي أمبير. المعالج طبعا سناب دراجون 732 جي 8 نانو، وهو جهاز محترم جدا. من مواصفات بقى الجهاز ريدمي نوت 10 برو، يدعم الهاتف التقارب التلامسي NFC، كما يدعم IR بلاستر الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق هاتفك. الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP53. يأتي الهاتف في أبعاد 164 في 76.5 في 8.1 ملي، مع وزن 193 جرام إلى حد ما، يعني مش تقيل وخفيف، يعني في النص. يأتي من الزجاج الفريم بتاعه من البلاستيك. الشاشة تأتي بشكل الثقب على هيئة توت ديسبلاي، وتأتي من نوع أموليد بمساحة 6.76 من 100 إنش بجودة FHD بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش، بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية ال HDR10 والتردد الأعلى 120 هرتز. تحصل على أفضل استجابة ممكنة للشاشة بالأخص أثناء اللعب، بالإضافة لدعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9. العرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب، بالإضافة إلى وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع كورينا جوريلا جلاس الجيل الخامس، بالإضافة لدعم الشاشة لأكثر من وضع مثل ريدنج مود وسانلايت مود. يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار، الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي: الإصدار الأول 64 جيجا، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، والإصدار الثاني 128 جيجا مع رامات 6 جيجا بايت، والإصدار الثالث 128 مع رامات 8 جيجا بايت. يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري يصل حتى 512 جيجا. أما على أداء الهاتف فهو يأتي بمعالج 732 جي سناب دراجون بتكنولوجيا 8 نانو، مع معالج رسومي من نوع أدرينو
618، فهو نفس المعالج الأزرق اللي في البوكو إكس 3. عندنا هنا الكاميرا الأمامية بتأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5. الكاميرا الخلفية هنا بتأتي بارزة قليلا عن ظهر الهاتف، وتأتي بكاميرا رباعية حجم. تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، وهي الكاميرا الأساسية. وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وهي الخاصة بالتصوير الواسع. أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وهي الكاميرا الخاصة بتصوير الماكرو. أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. بالنسبة بقى لجماعة الفيديوهات، اللي نلاقي هنا الجهاز بيصور بفيديوهات بجودة 4K. نلاقي هنا بالنسبة للفيديوهات الجهاز هنا بيصور يعني بجودة، نلاقي هنا الجهاز بيصور بجودة 4K بجودة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. كما يدعم التصوير بجودة فول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. كما يدعم التصوير بجودة ال HD 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية. يدعم مايك إضافي لعزل الضوضاء. السماعات الخارجية سماعات استيريو وسائل لمنع حماية الهاتف بمستشعر بصمة، يوجد فيه زرار الباور. يدعم الهاتف منفذ 3.5 مللي هنا، وطبعا دي بقت حاجة يعني نادرة في الموبايلات الحديثة في الأيام ديت. السماعات الخارجية زي ما احنا قلنا سماعات الستيريو. كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي ال VR على هاتفك. منفذ USB من النوع تايب سي. كما يدعم خاصية الأوتو جي تشغيل أي USB درايفر على هاتفك. البطارية 5020 ملي أمبير. الموبايل بيجي بثلاث ألوان، الأسود والأزرق والبرونز، وده البرونز لون روعة جدا خصوصا في الشمس. من عيوب الموبايل الكاميرا الخلفية هنا يا جماعة بارزة عن ظهر الموبايل، وبالتالي لما تيجي تحط الموبايل على المكتب كده فالموبايل بيسند على الكاميرا. سماعات العلبة بتاعة الجهاز ما بيجيش معاها سماعات كالعادة يعني، فأكيد الشاومي. الكاميرا السيلفي إلى حد ما ضعيفة. ما زالت زاوية التصوير ضيقة أثناء التصوير في الفيديوهات السيلفي. مفيش مستشعر حقيقي، ويتم الاعتماد على السوفت وير في غلق الشاشة أثناء المكالمة وبعد التجربة، فهو غير عملي ويتسبب في فتح الشاشة أحيانا أثناء المكالمة. وبعد آخر تحديث تحسن على قصيرا يتم استنزاف البطارية سريعا في تشغيل 120 هرتز. هنا الموبايل بيديك خاصية إن أنت ممكن تشغل الموبايل على وضع 60 هرتز، وممكن تشغل الشاشة على وضع 120 هرتز. لكن لو أنت عايز تحافظ على بطارية الجهاز وهتعيش معاك يعني لمدة أكتر من يوم، يعني حوالي يوم ونص لو أنت شغلت على وضع 60 هرتز. لكن لو أنت اشتغلت الموبايل على وضع 120 هرتز البطارية بتخلص بسرعة، وخصوصا في الألعاب. وده يا جماعة كان موبايل بتاعنا النهاردة، هو موبايل ريدمي نوت 10 برو. طبعا حاليا سعر الموبايل حاليا حوالي 8000 جنيه. الموبايل ده يا جماعة سعره دلوقتي 8000 جنيه. النسخة اللي هي 628 اللي معاها دلوقتي بسعر 8000. سعر 8000 جنيه يعني 1770، يعني بحوالي 770 درهم. الناس اللي في الإمارات الجهاز ده ب770 درهم.
كرأي شخصي يعتبر الجهاز ده ملك الفئة السعرية. جهاز محترم جدا، جهاز على الألعاب بيديك ألعاب، على الفيديوهات بيديك فيديوهات بجودة عظيمة جدا. وبس الفيديو بتاعنا يخلص لحد هنا، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.